السلام عليكم، انا كينج سكال والنهارده هنتكلم عن التراك في الافا رود. كنت ناوي اعمل الفيديو ده جيم بلاي بس للاسف حصلت شويه مشاكل، فهحكي لك اللي حصل باذن الله وهعرفك كل شيء مش ازاي. بس قبل ما ابدا بفكرك ان لسه الحرب مستمره على اهلك واخواتك، والله يا جماعه انا بس بفكرك عشان انا زيك مفيش في ايدي حاجه. فانا لو في ايدي ان اقول لل1000 او ال3000 اللي بيشوفوا فيديوهاتي، فانت في ايدك تقاطع وتكون سبب في تعاسه الناس اللي بتدعم بفلوسها المذبحه اللي بتحصل في اهلنا. من غير ما اطول عليك خلينا نبدا. عزيزي، رب تكون كويس في احسن حال ان شاء الله. حابب اعرفك على برنامج ليجو فاست. ده اكتر برنامج انا بستعمله الفتره دي، عشان ليجو هو برنامج في بي ان قوي جدا، بيقلل البنج مهما كان مكانك في العالم، وهيفرق معاك جدا وخصوصا في لعبه البيون، عشان زي ما انتم عارفين وي ار ليفينج ان ايجيبت. زائد ليجو مش بس للبنج، لا كمان للاف بي اس. لو انت جهازك لما بيحصل فيه دروب اف بي اس كتير، او يعني من الاجهزه اللي هي الضعيفه من ناحيه الفريمات وكده، او مليان مشاكل في الاف بي اس عامه، او حتى راماتك قليله، فليجو فاست هو حرفيا انسب حل ليك. ليجو عشان هو فيه خاصيه انه بيدخل على اعدادات الجهاز الرئيسيه، وبيساعد ان اللعبه بتاعتك توصل لاكبر مكان في الرامات، او كمان تاخد من الجيجا رام بتاعت كارت الشاشه. فده بيساعد جدا 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 على حصولك على اكبر كميه اف بي اس ممكنه، والفرق ده بيكون رهيب جدا جدا في البيون زي ما انتم شايفين. ولو انت عايز تجرب اي لعبه مش موجوده في بلدك، فليجو هو انسب حل ليك. ده في بي ان كده. وكمان عايز اعرفك انه بيدعم اكتر من 1000 لعبه. انت كل اللي عليك تحمل ليجو فاست واي لعبه نفسك فيها وتشغلها، وهو هيضمن لك احسن تجربه ممكن تمر بيها في اللعبه دي. وعشان انت عزيزي ده كود خصم على نسخه البريميوم من ليجو فاست، عايزك تحمله وتدخل كود التفعيل كينج وتستمتع باحسن تجربه لاي لعبه نفسك فيها مهما كان جهازك او نتك ضعيف. ونرجع للفيديو. بص يا عزيزي، انا بصراحه عندي عداوه شديده مع التراكنج، وخصوصا تراك البلاك زون. عشان ازاي عايز نطلع بلاك زون مثلا واقف في نص المابا واخد موب قوي جدا، وحرفيا كل اللي رايح واللي جاي شايفني، ده ممكن هوبا بومب سكواد عليا ياخدني وان شوت. هو حرفيا في حاجه اسمها بومب سكواد يعني، بس جاب معايا كده. فانا مشكلتي ان انا بكرهه جدا. بس لما الحوار ده راح للافا بصراحه غيرت رايي وبقيت حابه اجربه. ولو ما تعرفش انا بعشق الافا رود جدا، وبحب العب فيها كل الكونتنت الموجوده. وبعد التحديث الرائع اللي حصل انا خلاص يعني ما اظنش اني هسيب بفسلين تاني، انا هعيش في الافا. بس مش ده الموضوع، تعال اوريك ازاي في 46 دقيقه بالظبط عملت اكتر من 7 مليون، وكمان كان ليفل التراك بتاعي 4. بس في الاول هعرفك البلدات اللي احنا اتحركنا بيها، وكانت بلدات بي في اي بي في بي. ده عشان سبب انا قلته قبل كده في الفيديو ده، روح شوفه وهتفهم كل حاجه ان شاء الله على طول يا عزيز. بس الفكره ان الحمد لله افتكرت اخد السوابات تانك بي في اي معايا، عشان من غيرها هتسوح حرفيا. المهم احنا رحنا، وفي الاول بناخد بص فلوس، وكانت البيج ماما. وعملت اكبر غلطه ممكن تانك يعملها، ان انسى احول الارمر بتاعي على سكيلايت التونت. واللي معاش سكيلات التونت دي بتاخد الاجرو بتاع الموب عليك، اللي هو موب بيلوز اجرو، او الاجرو بتاعه بيتشال من على التانك بيروح على مثلا الهيلر. بس قبل ما تتابع عزيزي، انا حرفيا كنت لسه صاحي قبلها ب10 دقايق، ده يا دوبك غسلت وشي واكلت لي مش عارف يعني حاجه صغيره كده. بس المهم بعد فايت الهيلر بتاعنا اللي هو كان كشري شرب فيها المر الطافح حرفيا، قدرنا ان احنا كلنا ننزل على ركابنا الحمد لله. وكان ممكن يجي عيل لابس 4 فلات يعمل لنا كلنا وان شوت. بس الحمد لله ربنا استرها معانا. وبعد كده اتعلمت من الغلطات المتخلفه اللي عملتها دي، ورحت ظابط السكيلايه على الطونت، سكيلايه الارمر، وشايل الليفنج وحاطط بداله الشيلد. وفعلا يا جدعان فرقت قوي ضد البوس، بجد فرقت جدا. وانا والرجاله بجد اكتر شيء كان ممل بالنسبه لنا في التراك هو التراك ذات نفسه. يعني ليه كل شويه يهرب؟ طب ما تثبت وخلاص. طب ما انا قفشتك اول مره، ليه كل شويه هاجي وراك يا عم؟ في ايه؟ ما علينا. المهم ان البيج ماما وقعت لنا 868000، واخدناه في 9 دقايق بالظبط، حتى بالمستيك الغبيه اللي انا عملتها اللي وقعنا كلها فيها. المهم رحنا بعدها ناخد الولف او البلاد مون، شغل ايتاشي اوتشيها شارينجان. المهم ده بصراحه كان بيض، بسبب انه بيوقع دم على الارض، لو اخده هيهيل، ولو حد داس عليه الذئب هينط عليك على طول وياكل مؤخرتك. بس المصلحه ان الديفنس بتاعه كان قليل شويه، او قليل قوي بصراحه، فكان سهل. وعايز اوضح ان التيف بتاع كل الموبات اللي احنا فايتناها كان من 4 ل5، عشان لسه بنبتدئ في سبيك التراكنج تول، عشان محدش فينا كان بيلعبه نهائي. وانا لسه زي ما قلت فوق انا بكره اول بتاع ده، فما لعبتوش اساسا قبل كده. وبصراحه الفايت ضد الذئب كان ممتع جدا بالنسبه لاي فايت ضد موب تاني، وكان صعب شويه
شويه والبروفيت منه كان حلو قوي، يعني احنا واخدين من تير 5 واقع منه 726,000 واخدناه في 12 دقيقه بالظبط. بصراحه الارتيفاكت بتاعته اللي هي بتاعت البلاد مون دي غاليه جدا وتستحق سعرها فعلا. سلاح البلاد مون من الاسلحه القويه جدا يا جدعان، او سلاح اوفر باور بصراحه، مش قويه بس اللعبه اديته باف وهو كان المفروض ياخد نيرف لو وضع فك. وبصراحه لو في المستقبل لقيت البلاد مون بيتلعب في الافا دنجن انا مش هستغرب بسبب قوته. بس ما علينا، عشان بعدها كان في شجره واحنا اخدناها على السريع قوي، وبجد الشجره صعبه جدا عشان لازم يكون معاك على الاقل 2 دي بي اس، عشان هي بتولد موبات صغيره لو ما قتلناش خلال 20 ثانيه بتبقى بنفس حجم الشجره الكبيره الاساسيه، بس في الشجره التير 4 بتوقع 678,000 وكمان اخدناها في 7 دقايق اللي هو عاش قوي بجد. فكده وفي اول دخله لينا في الافا وفي 30 دقيقه بالظبط عملنا 2,270,000 تقريبا. مفكرك تاني معلش، ده تير 4 ها، تير 4 بس زائد الموبات دي صح بتوقع من 200,000 270,000 فيم. مش وحش قوي بصراحه ولا حلو قوي يعني، هو نسبيا كويس بس الوقت يعني هو اللي مش احسن حاجه. بس بعدها رجعنا وجهزنا نفسنا وجبنا فود وانطلقنا تاني. بس يعني اسف جدا يا شباب، الكلام اللي جاي ده الفيديو بتاعه باظ بسبب ان الجهاز لاج وانا بصور يعني كده جهاز بطاطس. ولنفس السبب ده عزيزي عايزك تدعمني بالاشتراك واللايك بتاعك عشان اقدر اطور جهازي والمحتوى بتاعي. بس نروح للي بعده. واول حاجه كانت في وشنا كانت بلاد مون، وحاولنا نفايت وهرب لمكان تاني. بس المشكله مش في كده، المشكله ان انا شميت ريحه ريدات، وفعلا هوب كان في ريد جاي علينا ولابسين كلهم البارتي بتاعته يعني ايكوال 6 ومسبكين كلهم 100 و101. المشكله مش انهم كانوا يعني لابسين كده كنا عادي هنفايتهم، المشكله ان هم كانوا اكتر مننا وانا كنت عارف ان هم هيحاولوا ياخدوا الذئب. فقلت للرجاله اللي جريت حرفيا لحد بير سلين بسبب ان هم اتفرقوا يرجعوا لي تاني، بس ما كانش في وقت، هم رجعوا كمان في وقت وحش جدا وهم كانوا اخدوه وهربوا. فانا بصراحه يعني مش هكدب انا اتعصبت قوي بصراحه، بس ما علينا. المهم ان فكره ان احنا جرينا ده كان الفعل الصحيح عشان هم كانوا اكتر مننا واحنا كنا متفرقين والهيلر بتاعنا كان بعيد. بس غيرنا المابا بعدها كده ورحنا واحده غيرها، وفجاه وبدون اي مقدمات لقيناهم تاني وعرفنا نقتلهم كلهم. بس المشكله لا اله الا الله ان انا ما كنتش بسجل، وقفت التسجيل ونسيت اشغله. لما اول ما لقيت الشباب اندمجت في الفايف ونسيت اشغله. انا بجد لازم ابطل الحوار ده لان انا بضيع على نفسي لقطات كتير قوي بتبقى قويه جدا، فانا بعتذر لك يا عزيزي جدا على الحوار ده. بس المهم ان احنا لوتنا الشباب دول واخدنا منهم فوق ال4 مليون لوت. بس بعدها رجعنا تاني للتراك بتاعنا والحمد لله ربنا بعت لنا بيج ماما فايتناها واخدنا منها 421,000 عشان اللوت يتقفل على اكتر من 6,600,000 وكل ده حصل في اقل من 47 دقيقة بالظبط. ولو هنحسب التراك بس يعني فكان فترته تقريبا يعني اكتر من نص ساعة بحاجة كده، مثلا 37 دقيقة مثلا يعني. واخدنا من التراك بس لوحده 3,200,000 تقريبا، وكل ده واحنا ايكوال 6 بيلد وتراك تير 4 ليفل 4 ها، ومفيش حد فينا مسبك بربع جنيه. بجد حوار التراك في الافا ده قوي جدا، وكل ما تعلى في التير اكتر كل ما البروفيت هيبقى اكبر، وكل ما تفهم في البي في بي اكتر كل ما الفايتات هتبقى احسن وتعرف تاخد بروفيت اكبر بكتير جدا. زي بفكرك ان البنج بتاعي كان ثابت عند 70 طول الفيديو بسبب ليجو فاست، افضل ابلكيشن لو انت في مكان النت فيه زي الزفت. انا بلمح والمهم يا عزيزي بفكرك ان الملك الجمجمه هو افضل صانع محتوى الالبيون، وان شاء الله افضل صانع محتوى جيمنج في الشرق الاوسط، وكل ده مش هيحصل غير بربنا ثم انتم. فزي ما بقدرك يا عزيزي في فيديو يساعدك في اللعبه، وفيديو اللعبه جديده ومميزه اعرفها لك، او حتى فيديو مضحك يبسط لك فكره معينه، انا محتاجك تقدرني بالاشتراك واللايك بتاعك. والله يا عزيزي اشوفك الفيديو الجاي والى اللقاء.